السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعيني من مطبخي مطبخ أم ميدو. أولا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله هنعمل مع بعض اليوم عصير البرتقال بالجزر، وصفة جميلة وسهلة جدا وبسيطة وبمكونات بسيطة جدا. طبعا انتوا في موسم البرتقال والبرتقال كتير والجزر، احنا ممكن نجيب كمية كبيرة ونعمل على حسب الوصفة اللي انا هقول لكم دي ونخزنها لرمضان. هيبقى معانا عصير فريش مفيد. زي ما انتوا عارفين البرتقال كله فيتامين سي، والجزر كمان كله فيتامينات وكله عناصر مفيدة جدا، فيا ريت ان احنا نستفيد من الموسم. هنا انا هعمل كمية صغيرة جدا، هجيب حبيتين من الجزر، يعني انا بعت لكم الفكرة وانتوا كبروا الفكرة. حبيتين من الجزر بقشرهم كويس وببدأ اغسلهم وبعد كده اخرطهم لطرنشات، وبعد كده بضيفهم في حلة على كوباية من المية واحطهم على النار يستوي. وبعد كده بجيب هنا 6 حبات من البرتقال المتوسط الحجم، او ممكن 5 حبات لو كان كبير حجمهم كبير، وبقشرهم كويس. انا هنا استخدمت برتقال اليوسفي، وبرتقال اليوسفي برضو من البرتقال المفيد جدا والغني بالفيتامين سي. طبعا انا هنا كنت قشرتهم ونضفتهم من الشعيرات البيضاء اللي بره دي لانها بتمرر العصير. بعد كده هقطعهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهبدا بالسكينه كده ادخل في كل جزء من الاجزاء دي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، واتخلص من البذور، لان عصير البرتقال اليوسفي بيبقى كتير فيه بذور، فلازم ان انا اتخلص من كل البذور عشان خاطر العصير بتاعي ما يمررش. زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. هنا خلاص كنت خلصت كل كمية البرتقال اللي معايا، هي كمية صغيرة، احنا طبعا زي ما قلت احنا نقدر نضاعف الكمية. بجيب معلقة من السكر الواحدة، طبعا الناس اللي بتحب السكر العصير اللي مليان سكر بتزيد سكر على حسب ما هي بتحب. هنا كان الجزر استوى خلاص وفي كمية من المية انا مش بتخلص منها، بسيب الجزر على جنب يبرد بالمية اللي فيه، لان هضربه في الخلاط بالمية وبزيده مية كمان مع البرتقال، بس بسيبه يبرد شوية وبتأكد هنا انه استوى كويس. هنا خلاص الجزر كان برد واخدته على دورق الخلاط، وببدأ هنا احط الجزر واحط البرتقال واضربهم ضربة كويسة. زي ما انتم شايفين كده معايا عصير مكثف جدا، باخده اصفيه في المصفى واتخلص من كل الزيادات اللي انا مش عايزاها اللي بتمرر العصير، واتاكد تماما ان انا صفيت العصير واستفدت من كل مكونات العصير، وهزيد حبه من الميه عشان اتاكد ان انا كده خدت كل العصير. طبعا هنا معايا عصير بقى مكثف، حبة تزيديه حبة تخليه زي ما هو كده وتحطيه في التلاجة، وعند التحضير بتزيديه مية وتزيدي سكر بيكون اجمل برضو، وبنشيله عشان ما ياخدش مكان معانا في التلاجة او في الديب فريزر. إذا عجبتكم الوصفة ووصلتوا معايا لحد كده في الفيديو، أرجو الاشتراك وتفعيل الجرس، ولا تنسوني من الدعاء أولا واللايك والشير، وأستنى اقتراحاتكم في تعليقاتكم وقولوا لي الوصفة عجبتكم ولا لا ومفيدة ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم مع العصير، استمتعوا واعملوا كل الكميات اللي انتوا عايزينها. مع السلامة.